كويسه يا اخواتي، على الناس الجميله الكويسه. نقوله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. انتوا عارفين ان انا مش ببخل عليكم باي معلومه، بس يعني ايه، عايزاكم كده تدلعوني وتشهيصوني، فرفشوني على قد ما تقدروا بلايكات وشير، و يعني هحاول ان انا افيدكم بكل معلومه ومش هبخل عليكم. بصوا، في ناس هتشوف ان الوضع السيء بتاع الاطفال ده اهمال من الام، او ازاي انت سايبه ابنك او بنتك كده. طبعا انا ورد عليا كلام وتعليقات من اقرب الناس كانت بتوجع الصراحه، ما اكذبش عليكم. قبل ما ندخل في الموضوع عايزاكم تحطوا لايكات وشير، ولو انت جديده واول مره بتشوفيني على قناه عالم نور اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد بمشيئه الله وتقدري تستفيدي معايا. عندك بقى بنت اختك بنفس الوضع، ابن اخوكي، بنت الجيران، مش عارفه بنت مين في العيله، بنت خالتك، ابعتي لها الفيديو وان شاء الله هتستفاد منه، وهقول لك تجربتي كامله وانا عمري ما بخلت عليكم بمعلومه. نخش في الموضوع على طول لان احنا هنرغي كتير. بصوا بقى، انتوا متابعين معايا من اول ما عيالي اتولدوا حرفيا، يعني او من قبل ما يتولدوا عشان نكون صادقين في كل كلمه، من وهم في بطني وانتوا كنتوا بتبقوا متابعين كل حاجه معايا. فشفتوا لولي وشفتوا تيتويا وهم يعني مش عارفه انقلها لفظ ايه، يعني باكتر عاده مؤذيه في الحياه، مع احترامي لكل الناس اللي هتقول دي حاله نفسيه، الناس اللي هتقول حرام عليكي هتربي لبنتك عقده، هتجيبي لابنك معرفش ايه، سيبي الطفل بتاعك براحته. هقول لك يا حبيبتي معلش اركني انت على جنب، لان لو انت فعلا بتتكلمي بما يرضي الله هتبقى عارفه ان هي عاده مش حلوه خالص بالمره يعني، وعاده سيئه، وهتبوظ فك البق بتاع الطفل، وكمان تبوظ ايديه. انا شكل ايد بنتي كان مختلف في وقتها، يعني البيبي لو بيرضع في الصباع ده هتلاقي صباعه ده غير صباعه ده، لو بيرضع في الصباعين دول هتلاقي الصباعين دول غير الصباعين دول، وهكذا. وشكل الايد بيكون متشوه، وشكل السنان، غير ان هي عاده مش لطيفه ان حد غريب يشوفها. تخيلي انت في مول مثلا وابنك ماشي يرضع في صوابعه، تخيلي انت رايحه نازله في سوق، نازله في اي حاجه، مكان مش نظيف مليان اتربه، بيلعب يعمل وهو واقف بيلعب بيرضع في صوابعه. فهي في كل الحالات ضرر على الطفل وهو صغير وهو كبير. فبجد من قلبي والله العظيم، انا مش عارفه الفيديو ده اخواتي حبايبي اللي معايا دايما وبقالهم السنين متابعيني هيشوفوا الفيديو ده ولا لا، بس بجد ربنا يبارك لكل ام شجعتني وقالت لي يا نور جمدي قلبك وما تخافيش وهتنسى ويعني وما تيأسيش وما ترجعيش لورا وكملي في اللي انت بتعمليه وما تلتفتيش لكلام حد. لان انا جه عليا لحظات في الفترة دي كانت صعبة وانا بفطمهم من صوابعهم، لان انا بدأت مع عيالي الاتنين مرة واحدة، الاتنين خدتها ضربة واحدة، وكانت ضربة بصراحة ضربة، يعني كان الوضع صعب جدا وقتها، وفقدت السيطرة على حاجات كتير لدرجة ان انا كنت بنهار، وكان بيجي عليا وقت بشوف عيالي كده انا صعبان عليا بس مش عارفة اعمل لهم ايه. المهم معلش بقى لو انا اتكلمت كتير، بس يعني انا بحفزكم ان انتوا ما تيأسوش او ما تستسهلوش الوضع اللي انتوا فيه. المهم يا اخواتي، انا جربت مع تيتويا كل حاجه من قبل مولد بشويه، مش فاكره بقد ايه الصراحه، قبل مولد لولي او من اول ما عرفت ان انا حامل فيها تقريبا، مش عارفه. المهم ان انا بدات وهي تيتويا كانت لسه صغيره، كانت تقريبا يا سنه وشهرين يا 9 شهور، انا مش فاكره. بدات الف لها على صوابعها، يعني احط لها شراب والف عليه بلاستر عادي. بعدين ما جابش نتيجه، بقيت احط الشراب واحط الكم بتاع اي حاجه هي لابساها، واجيب البلاستر بتاع الجروح والفه على الكم، ما جابش نتيجه. رحت سمعت كلام الناس ورحت جايبه المر من العطار، وكان امر حاجه جربتها في حياتي، مش عشان الطعم، ابني شربه بالغلط، كان هو اكبر منها بشويه، وكنت حطاه على الرخامه عشان كل شويه احط لها صوابعها فيه وكده، شربه بالغلط وفضل قاطع لي الاكل كام يوم. فانا يعني عديت بمراحل كتير صعبه، فانا ما استسهلتش ان انا اروح اجري على حاجه وانا لسه مش عارفه هي هتفيدني ولا لا. بس عن تجربه شخصيه اقسم بالله ان ده اكتر حاجه نفعتني حرفيا. هو وضع الطفل فيه بيكون صعب وبيصعب عليكي وبيقطع قلبك وانت عماله تحزمي وتربطي في ايده، وبيصعب عليكي بالذات لما هقول لكم على الحاجات اللي انا يعني شفتها في بنتي،
ولكن اكتر حاجه بجد نفعتني، ابو عمر قاعد يقول لي هتجيبيه وترميه، يعني ده من كلام جوزي بقى، هتجيبيه وترميه حرام عليكي غالي مش عارفه ايه، وقتها كان برضو مبلغ، يعني انا بتكلم في قيمه سنه هو ولا اكتر. فقلت له الله المستعان، انا جربت كل حاجه بس خليني اتوكل على الله واجيبه. المهم يا اخواتي طلبته، هو بيتباع على اي موقع عامه، وبيبقى موجود حسب بقى الطفل بتاعك بيرضع في انهي صوابع، الصباعين دول ولا صباع الابهام. المهم هتلاقي بيتباع للصباع ده بيتلبس كده وبيتحزم برضو، يعني بيبقى كده بيتلبس كده في الايد، وبيبقى مثلا بيرضع في الصوابع اللي في النص بتلبسهم له في النص، بيرضع في الاخرانيين بتلبسي في الاخرانيين، بيرضع في فهماني؟ فده للاربع صوابع دول. اما التاني بقى يعني انا جبت ده عشان ده المناسب قد كانت المفاجأة. انا هنزل لكم برضو صورته عشان اللي عايز ان هو يجيبه او يقدر ان هو يستفاد. دي المحتويات بتاعته كلها. بصوا هو الجهاز بيجي جوه علبه كده. طبعا الطفل بتاعك رد فعله ممكن يكون غبي على الجهاز، يعني ممكن يقعد يعضعض فيه، ممكن اسلوبه نفسه ما يكونش كويس، يعني يقعد يترمى في الارض، يحدف الحاجه من ايده، يصرخ، يعيط. استحملي كل ده لان هي فتره بتكون صعبه، وهي حاجه بالنسبه لهم اصعب من الرضاعه الطبيعيه، واصعب من تعلقهم بالببرونه، واصعب من التتينه، لان دي كل حاجات يعني كلها حاجات مش دايما معاهم، انما ايديهم دي هما اللي بيتحكموا فيها، يعني هي بتتحكم تحطها امتى وتشيلها امتى. بنتي كانت بتحطها وهي بتاكل وهي بتلعب وهي نايمه ومحدش يقعد يقول حرام وحلال ومش عارفه ايه، كل ده والله العظيم بيبقى ضرر على الاطفال. الا بقى لو الطفل بتاعك من نفسه ساب العاده السيئه دي وهو لسه شهور، عشان بتختلف من طفل للتاني ومدى تعلقه بالعاده السيئه دي. ف الموضوع محتاج صبر، ومحتاج ان انت يبقى بالك طويل وتستحملي كل الهستيريا والحاجات اللي هتصدر من طفلك. استحمليها وجمدي قلبك، هي حاجة عاملة زي الفطام بس على اصعب، يجي مثلا 100 مرة، زي تعليم البوتي والحالة النفسية اللي بنبقى فيها، بس برضو على اصعب، لان الطفل بتاعك نفسه دايما بيحسسك بقى بالذنب، ازاي انت حرماني من حاجة زي كده وهي ايدي، يعني ده جسمي انا مش حاجتك انت عشان تحرميني منها. فالجهاز يا بنات تحفة تحفة والله العظيم، بس محتاج صبر عشان الناس اللي بتحطه اسبوع وتزهق وتشيله. ما تزهقيش، ده ما بيتشالش من الايد، ما بيتشالش من الايد غير لما بتوصلي لبر الامان. يعني بتحطيه طول اليوم وتيجي قبل النوم، او مثلا مش هقولك مثلا ايه يوميا تغسلي ايد الطفل، يعني مثلا ايه فوتي، يعني مثلا حطيتيه النهارده طول اليوم، قومي مثلا الصبح وانتي بتشطفي البيبي بتاعك وبتغيري له والكلام ده كله، فك الجهاز وشيليه واغسلي له ايده كويس جدا، واغسلي الجهاز وعقميه ونشفيه ورجعي ركبيه تاني. ما ينفعش تسيب الطفل من غيره، لان انا حاولت ان انا يعني خلاص كنت فاكره ان هي بطلت، وحاولت اشيله منها حوالي مرتين، كنت برجع انتكس تاني، يعني قلت خلاص هي بطلت وانا شايفاها طول اليوم مش بتحط ايديها في بقها فشيله فتره النوم. بقيت الاقي فتره النوم دي بتصحى من النوم تحط ايديها في بقها عادي، ولا كاني عملت اي حاجه، كانك يا ابو زيت ما غزيت والله العظيم. المهم ان هو انت ما بتشيلهوش غير لما الطفل بتاعك يبطل خالص. طب ايه يا نور المؤشرات؟ المؤشرات ان بتلاقي الطفل خلاص نسيه، ما بيقعدش يلعب فيه، ما بيقعدش يشده من ايده، ما بيقعدش يعضعض فيه، يعني ما بيقعدش بقى يعضعض فيه كل شويه كده، بيتعايش عادي ويلعب ويعمل كانه مش في ايديه اصلا. وقت النوم بتقومي جايه بقى شايلاه، اول ما خلاص تحس ان الطفل بتاعك نسي الموضوع ده بتقومي جايه شايلاه، لو لقيتي الطفل استجاب خلاص بتشيليه خالص. صغيره نيجي بقى بالظبط 9 شهور، بس برضو جمدت قلبي واستحملت القرف كله الصراحه. وطبعا عشان كانت وقتها بترضع فدي حاجه ساعدتني ان ايه افطمها من ايديها. عملت ايه بقى معاها؟ ولا اي حاجه، بقيت البسها هدوم كبيره عليها شويه وهي لسه مش بتعرف تخرج ايديها بره الهدوم، واخلي لها ايديها عامله كده، والحاجات اللي كمامها قصيره بقيت اخيطها لها. الاتنين اتفطموا مع بعض. بس شفتوا بقى الموضوع، يعني مع الكبير بيبقى صعب، مع الصغير بيبقى اسهل. فكل لما تبدأي بدري مع طفلك كل ما الموضوع يكون اسهل كتير. مش عارفة الصراحة في حاجة نسيت ان انا اقول لكم عليها ولا لا، بس تقريبا انا كده قلت لكم كل المعلومات. حاولي بقى وقتها ان انت تخرجي البيبي بتاعك كتير، ما تحسسهوش ان هو في ضغط نفسي والكلام ده كله.
الهي لعبيه، هاتيله لعب جديدة، كل الحاجات دي هتلاقي البيبي بتاعك بيفوق بسرعة. وما تيأسيش، لان تقريبا انا دخلت مع تيتويا تقريبا كنا مطبقين في الشهرين وحاجة او شهرين قبل ما بطلت العادة دي. فكل طفل غير التاني، يعني ممكن الطفل بتاعك يقعد اسبوعين ويبطل، ممكن شهر، ممكن ازيد، ممكن اقل، وهكذا. وبس والله يا اخواتي، يعني ده كان فيديو النهارده. أنا رغيت كتير، بس يا رب يكون رغي مفيد. ما تنسونيش بقى بدعواتكم، تحطوا لايكات كتير للفيديو، وهسيبكم في حفظ الله ورعايته، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. تعرفوا اي حاجه تاني اكتبوا لي في التعليقات عشان تدوني افكار حلوه لفيديوهات تقدروا تستفادوا منها وتكون مرجع ليكم في اي وقت. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام.